المغرب استثمار مليارات الدولارات على الطاقة المتجددة. أفاد بيان للقصر الملكي المغربي مساء السبت أن مجموعة المجمع الشريفي للفوسفات ستنفق 130 مليار درهم 12.3 مليار دولار لزيادة إنتاج الأسمدة باستخدام الطاقة المتجددة ضمن برنامج استثماري للفترة ما بين 2023 إلى 2027. وأضاف بيان القصر أن مصطفى الترابي الرئيس والمدير العام للمجموعة قدم أمام الملك البرنامج الاستثماري الأخضر الجديد لمجموعة المجمع الشريفي للفوسفات، ويرتكز هذا البرنامج على الرفع من قدرة إنتاج الأسمدة مع الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني قبل سنة 2040، وذلك من خلال الاعتماد على الإمكانات الفريدة من الطاقة المتجددة من خلال الاستثمار في الطاقة الشمسية والطاقة الريحية. وأضاف البيان أن المجموعة تهدف إلى تزويد جميع منشآتها الصناعية بالطاقة الخضراء بحلول سنة 2027. وأفاد أن هذه الطاقة الخالية من الكربون ستمكن من تزويد المنشآت الجديدة لتحلية مياه البحر من أجل تلبية احتياجات المجموعة، وكذا تزويد المناطق المجاورة لمواقع المجمع الشريفي للفوسفات بالماء الصالح للشرب والري. وقال إن هذه الاستثمارات ستمكن على المدى البعيد من وضع حد لاعتماد المجموعة على واردات الأمونياك، إذ تعتبر المجموعة المستورد الأول لهذه المادة على مستوى العالم، وذلك عبر الاستثمار في سلسلة الطاقات المتجددة، الهيدروجين الأخضر، الأمونياك الأخضر، ممن سيمكنها من ولوج سوق الأسمدة الخضراء بقوة. وقال بيان الديوان الملكي أن مجموعة OCP اعتمدت على قدرة البحث والتطوير التي تسخر بها جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية UM6P من أجل الاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيات الصناعية والرقمية الجديدة، وتطوير الخبرات في مجال التقنيات المبتكرة للتسميد المعقل القادرة على رفع تحديات الفلاحة المستدامة والأمن الغذائي. ويعتبر المغرب أكبر مصدر للفوسفات في العالم، ويملك 72% من احتياطياته العالمية. وارتفعت قيمة واردات المجمع الشريفي للفوسفات من الأمونيا إلى 1.65 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بزيادة 234% بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا. وقال البيان إنه من خلال الاستثمار في الطاقة الشمسية والطاقة الريحية تهدف المجموعة إلى تزويد جميع منشآتها الصناعية بالطاقة الخضراء بحلول سنة 2027. وقاد الفوسفات ومشتقاته بما في ذلك الأسمدة قيمة صادرات المغرب للارتفاع إلى مستوى قياسي بلغ 9.5 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام في ظل ارتفاع الأسعار في السوق الدولية. ونمت حصة مصادر الطاقة المتجددة في الطاقة الإنتاجية للمغرب إلى 38% العام الماضي، وتعتزم البلاد زيادتها إلى 52% بحلول عام 2030.